ايه هي التوكنز؟ احنا قلنا ان بناخده حاجه من الشركات بتاعه الذكاء الاصطناعي اسمها اي بي اي. تمام. هنمثل الاي بي اي دي في شكل عربيه. اي عربيه في الدنيا بيكون ليها فيول. كلام جميل. تمام. لو حطيت ب 100 جنيه هتمشي معاك عادي من اول البدايه لحد ما توصل لل 100 جنيه وتقول لك بس ستوب، حط تاني، او خلاص كده. عشان يفضل الاي بي اي شغال معاك او بيعد عليك ازاي بحاجه او الفيول بتاعه ايه او الوقود بتاعه ايه، حاجه اسمها توكنز. طب عايزين نشوف شكل التوكن دي او شكلها شغال ازاي يعني. كمثال لما بنيجي نكلم شات جي بي تي بقول له مثلا هيلو، القرايه بتاعت هيلو يعني الشات جي بي تي لما يجي النظام بتاعه نفسه يقرا كلمه هيلو ويفكر زي ما قلنا، بعد ما يفكر يقوم يديك الاجابه الجديده اللي هي مثلا هاي. كل ده عشان يحصل بيكلفك حاجه اسمها توكنز. يعني احنا مثلا قبل ما يحصل موضوع هيلو ده، لو كانت الميزانيه بتاعتنا 100 توكن، فبعد الجنريتنج ده او بعد التاسك زي ده صغير هنيجي نبص هنلاقيها 90. وفي نفس الوقت التوكنز دي بقت بعد سنين هتبقى زي الفلوس كده، اللي هو التوكنز بتاعتي خلاص ده مش عارف ايه، نفس فكره الفلوس كده بالظبط. لكن هو ده المقياس بتاع الذكاء الاصطناعي. المهندس الصح يعمل ايه بعد كده واحنا هنتعلمه كده مع بعضينا؟ ان هو يحاول يوفر في التوكنز دي على قد ما يقدر، اقل توكنز باعلى كفاءه. وده اللي احنا هنوصل له ان شاء الله في السيشنز الجايه.